هل ممكن روح ميتة تكون لسه قادرة على مساعدتنا؟ الدكتور وير ميتشل والطفلة الميتة. في يوم من الأيام وفي أواخر القرن ال19 كتب الدكتور وير ميتشل أخصائي جراحة الأعصاب الشهير في فلادلفيا قصة غريبة جدا في مذكراته، واللي تم توثيقها في كتاب ريدرز دايجست للظواهر الغريبة. القصة دي لحد النهاردة بتعتبر من أغرب القصص الواقعية. بيحكي الدكتور ميشيل إنه في يوم كان راجع من شغله تعبان جدا، وكان الجو مطر وبارد، فراح قعد قدام النار واستسلم للنوم. فجأة وهو في غفوة سمع صوت جرس الباب، قام على صوت الجرس وفتح الباب ولقى قدامه طفلة صغيرة كانت مرعوبة ومرتجفة من البرد ومتغطية بشال قديم وممزق. طفلة طلبت منه يروح معاها فورا لأنها محتاجة الطبيب عشان أمها مريضة جدا. رغم إن الدكتور كان متعب جدا إلا إنه حس بالشفقة على الطفلة واستجاب لطلب. راح معاها بيتهم، ولما وصل اكتشف ان الام كانت خادمة قديمة عنده في البيت، وكانت مريضة جدا بنزلة صدرية حادة. بعد ما فحصها واداها الدواء المطلوب وبعد شوية اتحسنت حالتها، لكن لما الدكتور ميتشل فكر يطمن على الطفلة الصغيرة فراح للام وقال لها الطفلة دي بطلة جاتني في الجو ده كله علشان تجيب الطبيب ليكي. لكن الام ردت عليه بدهشة وقالت ازاي، دي بنتي ماتت من شهر. وقالت له هتلاقي شالها وجزمتها في الخزانة. الدكتور ميتشل فتح الخزانة ولدهشته لقى الشال اللي كانت لابساه الطفلة، وكان جاف رغم انها كانت خرجت في مطر شديد. هنا بدأ الدكتور في التفكير، هل الارواح اللي بنفقدها ممكن تظل تحاول تساعدنا بعد وفاتها؟ هل ممكن يكون في تفسير تاني؟ عايزين نعرف رأيك. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب رأيك في كومنت وشير لو الفيديو ده عجبك.